الإخوان والأخوات، أهلا ومرحبا بكم. اليوم دخلات واحد المنزلة من المنازل الفلاحية واللي هي منزلة البطين. منزلة البطين هي خامس منزلة من المنازل فصل الربيع السبعة، واللي كتمتد من 18 أبريل حتى 30 من نفس الشهر. وكتميز هذه المنزلة بأنها أقل منازل مطرا، وهي بداية دخول القيظ والحر، وكيهيج فيها الربيع، وكتمان فيها البهايم والماشية بصفة عامة. وفيها كيتخلاو الناس على الملابس ديالهم الغليظة وكيلبسوا غير الشفاف منه. وفيها قالوا الفلاحة القدام البطين تاكل الزرع في كل وطين. وقالوا أيضا يبطن والله يبطل، أي أن الزرع غيدخل لبطن الإنسان والطير، أو غيبطل يعني ما غيتمرش وغتكون السنابل ديالو جافة. لذلك فهاد المنزلة فهي النتيجة النهائية باش تعرف نجاح الموسم الفلاحي من عدمه. ففي البوادي كانوا الفلاحة كيستبشروا خيرا بهاد المنزلة، لدرجة أن حفلات ديال الخطوبة كانت كتتم خلالها. وفي معتقداتهم أن المرأة اللي كتحمل في هذا الوقت كتولد ذكر بإذن الله. وفي البطين كيقولوا ساجي العرب: إذا طلع البطين اقتضى الدين وظهر الزين واقتفى العطار والقين، أي أن الناس كيطمئنوا لبعضهم وكيخلصوا ما لهم وما عليهم من ديون، وكيتجملوا بأحسن ما عندهم من ملابس لما كيتلاقاو، وكيصلحوا كذلك الأواني والآلات باقتفائهم أو بحثهم عن العطار. والقين هو الحداد. وفي هذه المنزلة بالضبط اللي هي منزلة البطين كيبداو الناس في نقش الذرة بالمحرات، وكيسميوه بالتخطاط، يعني ماشي حرث متصل، بل هو عبارة عن خطوط ما بين الذرة. وفيها قالوا الفلاحة القدام إذا دخل البطين دخل الضراب الزوجين، يعني المحرات تجره دابتين ولا دابة واحدة، أي على الفلاح يخدم الذرة ديالو ويساعدها ويدعم جذورها ويقتل الطفيليات وتخفيفها من الأعشاب الضارة، لأن الذرة هي الذخيرة الثانية بعد القمح عند الفلاحة القدام. الإخوان والأخوات، ما بقى لي غير نودعكم ونقول لكم في أمان الله وحفظه، وإلى فيديو آخر بإذن الله.